السلام عليكم ورحمة الله. معانا النهاردة فريزرات 5 درج فرز أول، وإلكترو ستار 5 درج فرز تاني. الفرز الأول ده حلوان إنتاج حربي نو فروست طبعا، والفرز التاني برضو إلكترو ستار نو فروست 5 درج. تمام. ومعانا الأفقي جو تك من شركة بساب، ضمان كامل 5 سنين، سعره كويس، سعر قديم برضه. الفريزر الحلوان ال5 درج ده شفناه قبل كده، كان بسعر 9500، كان من حوالي 20 يوم 25 يوم نزلنا ليه فيديو 9500. هو زاد شوية دلوقتي بقى ب9900، وهو في السوق حاليا برضه أغلى من كده. يعني احنا نزلناه لحقناه برضه قبل الزيادة الأخيرة، يعني نزلناه في الزيادة اللي قبل الأخيرة، بما إن الأجهزة بتزيد يوم يوم، لا تقريبا يا إما كل يوم يا إما مرتين في اليوم. فريزر الحلوان ال360 ده فريزر 5 درج نو فروست، موتور انفرتر، درجة كفاءة ايه زي ما حضراتكم شايفين. الجسم سليم نوعا ما عن الالكترو ستار عريض، والالكترو ستار ده على فكرة سعة لترية 220 لتر، الحلوان ده 155 لتر، مع ان الحلوان اطول منه، بس الالكترو ستار اعرض بسعة لترية اكبر. هنشوف الالكترو ستار الفرز التاني زي ما احنا شايفين، فرز زيرو، يعني مفهوش الهوا زي ما حضراتكم شايفين كده. الجسم بالكامل، شكل الادراج من الداخل، الدرج عريض، درج كبير برضو نوعا ما عن المتداول، يعني عن الحلوان برضو الدرج هنا كبير. ال5 ادراج حجمهم كبير مش صغير. ده الشكل العام. الدرج بيبقى بلاستيك شفاف، قطعة واحدة، مش قطع زي زمان في الدي فروست كان بينزل الدرج قطع متشبطة في بعض، شبه الليجو كده بتاع الأطفال، شبه ألعاب الأطفال. تمام. في النو فروست مش ما يهمنيش شويه الدرج، لان انا ما بيحملش تلج زي الدي فروست، يعني ما بيحملش تلج زي الدي فروست، اللي هو التلج يزيد عليه فيتكسر، نيجي اشده والاقيه لازق. الكلام ده كله في النو فروست لا، مش موجود. طب اعرف ازاي ان الجهاز ده نو فروست؟ اي جهاز او تلاجة افتح الاقي في الوش هنا مروحه، فهو نو فروست. لقيته سد كله، حتى في التلاجة لو فتحت الفريزر لقيت الفريزر سد، مفهوش اخرام، مفهوش فتحة مروحة زي اللي في الوش دي، يبقى دي فروست، يبقى بيعمل تلج. شكل الفريزر الالكترو ستار ال5 درج فرز تاني، شكل الادراج بتاعته. طبعا ده موديل اسمه برستيج، في موديلات تانية، في الماجستا، في الفلات، في الفلات ازاز، في المقبض الداخلي، في المقبض الخارجي، في المقبض شكلها مختلف، في موديلات كتير، فكل موديل بسعره، كل موديل ليه ديزاين معين. تمام. ده اللون بتاع ده بيبقى سيلفر، الجسم البودي لونه جراي نوعا ما، مش زي الحلوان كله سيلفر، والباب اغمق درجة من الجسم. هنا العكس، هنا الباب افتح من الجسم. الكترو ستور النهاردة يوم 21/1/2023، فرز تاني ب7500. تمام. عاوزين تعرفوا تطلبوه ازاي او حضراتكم، احنا موجودين في اسكندرية مبدئيا، مش في القاهرة، بس لو حضراتكم حابين شحن بنشحنوه عادي. غير كده وكده احنا بنفرجكم على الاجهزة اللي موجودة في السوق عموما، وعندنا احنا بصفة خاصة، واسعارها عشان تبقوا عارفين السعر كل يوم بيبقى كام. تمام. الموضوع مش غرضه البيع والشراء خالص، يعني انتوا بس لمجرد العلم بالشيء. اجهزة اللي موجودة فرز اول وفرز تاني، وايه الفرق ما بين الفرز الاول والفرز التاني، اسعار الفرز الاول كل يوم، لان النهارده مفيش سعر بيقعد الاسبوع كامل يعني. وده شكل فريزر افقي، اسم الموديل جو تك. طب ده تصنيع مين؟ ده تصنيع شركة بساب. تمام. ده شكل الترموستات اهو. والفريزرات الافقي، في ناس بتقول لي هو نو فروست، وما ينفعش الافقي نو فروست. تمام. هو لازم يبقى بيعمل بطريقة الدي فروست، اللي هو التخلص من التلج يدويا. طب ايه الفروقات اللي بين الافقي وبعضه اللي بيخلي فريزر افضل من فريزر؟ نوع الموتور، الحلة الداخلية استانلس ولا ألمونيا، ده بيفرق برضو في الجودة. الاستانلس طبعا عمره الافتراضي أطول، الألمونيا بتبقى عمرها الافتراضي أقل، وبتتأثر بسرعة. لو أنا مثلا استخدمت آلة حادة، استخدمت العنف وأنا بطلع حاجة في التخزين، ممكن الألمونيا تتأثر، إنما في حالة الاستانلس ما بتتأثرش.
تمام. قطع غيار الافقي بتبقى ارخص، صيانته اسهل، اعطاله اقل من الادراج. انا برضو دي نقطة ناخدوا بالنا منها. الادراج برضو عشان بيبقى دايرة نو فروست كاملة زيه زي التلاجة، ففي سيرموديسك، ترموستات، تايمر، الموتور، دايرة ضفيرة كهرباء كاملة. في حالة بعض الأجهزة الجديدة كلها على كارتة، فالكارتة قطع غيارها غالية، صيانتها صعبة، ممكن ما تبقاش متوفرة في بعض الأحيان. فالعملي أكتر، أو اللي أنا بشوفه اللي قطع غياره متوفرة دايما، اللي أي حد بيشتغل فيه السهل، هو الفريزر الصندوق. يعني مثلا برضو نجيبوه من الساعة اللترية. الفريزر الصندوق اللي قدامنا الجوتك ده، وأيا كان ده 250 لتر، سعره ب5000 جنيه النهاردة. تمام. نقارنوه بالخمسة درج اللي هو 150 لتر، 155 لتر بتاع حلوان ده، هنلاقي مثلا ده ب9900. يعني أنا بتمن ده اشتري 2 من ده. طيب بالخمسة درج بتاع الكتروستار ده 220 لتر، أقل منه بس برضه يعتبر نقوله في نفس الساعة. يعني لو نفس الساعة اللترية فالتكلفة هنا أقل، فأنا بوفر هنا. طب أنا مبعرفش أخزن في الفريزر الصندوق، أعمل إيه؟ ممكن أجيب حافظات تلاجة عادية خالص، علب بلاستيك، تمام، وأبدأ أحفظ فيها، وارص في الاماكن الفاضيه دي العلب الحافظات التلاجة. طبعا كل حافظه هتاخد حيز. لو عدينا الحافظات هنلاقوهم مثلا الحوض هنا ياخد حوالي 6 حافظات كبار، وياخد لغايه 12 حافظه صغيره. تمام. والشبك اللي هو ده بيتباع، الشبك اللي هو ده مثلا في القاهره، في رمسيس، وسط البلد، كيلوت بيك، ده موجود. الحاجات دي فيه هناك بالمقاس، يعني تاخد القديمه تجيب عليها، ممكن ترص ده كله. تمام. وفي منها دوار على فكرة، بس مش عملية لأنها ضعيفة. والجزء ده يتحط فيه علبتين حفظ التلاجة برضو، يعني ده مساحته وتخزينه سهل. وبرضو للمعلومة، أي حاجة في الدي فروست لو أنا خزنتها من غير ما يبقى الحاجة نفسها فيها مية كتير، مش هتعمل تلج كتير، فأعرف أشيلها بسهولة. إنما لو الحاجة فيها سائل كتير، في مية كتير، هتكون تلج أسرع وأكتر، وممكن تلزق. يعني العبوة اللي أنا بخزنها، أو الكيس أو الشنطة اللي أنا بخزنها، لو هو نفسه عليه ميه من بره حطيته في اي فريزر هيلزق. الحلوان ده قليل لما حد بيشوف في السوق او عند التجار، غير ان هو موجود مثلا عند فريزر الحلوان ومنتجات الجيش، موجوده في فروع الشركه، او اماكن البيع للمستهلك لشركه حلوان للصناعات المعدنيه. تمام. في كل محافظه تقريبا في فرع، كل محافظه بالتقريب كده ليها فرع يعني. تمام. واحنا كمحل برضو اللي بيع القطاعي، موجود عندنا منتجات الانتاج الحربي، موجود عندنا الفريزر، موجود عندنا التلاجة ال18 دي، سعرها كويس جدا ب10200. كتلاجة 18 قدم 410 لتر، فده سعر ممتاز جدا النهارده. تلاجة كبيرة مش صغيرة، التوزيعة بتاعتها محترمة جدا. انا شايف ان ده افضل استغلال مساحات في التلاجات عموما. بصراحة حجمها ممتاز، 410 لتر صافي، ايرف بايركس، درج خضار، الباب متوزع كويس جدا. هي لونها ابيض بس بالسعر ده النهارده ما جابتش سعر ال 11 قدم بتاعت توشيبا، في فرق كبير يعني. تمام. وبوتاجاز زي ده مثلا، ده انتاج حربي حورس، 90/60 مكونات تركي بالكامل. ده ليه ريفيو كامل ان شاء الله هنعمله عنه. بس بوتاجاز في قمة الشياكة، قوي جدا، عملي جدا، ده غرف مش مواسير. بوتاجاز محترم، مفتاحين فرن تايمر ستانلس بالكامل. اي استفسار بخصوص الفريزرات، او اي استفسار عموما في الاجهزه الكهربائيه، اتشرف طبعا بسؤالكم في اي وقت. لو بتستفادوا مني في اي حاجه، معلش، مشاركه، لايك، سبسكرايب، وشكرا لحضراتكم جدا.